هلا بكم حبايبي والسلام عليكم. اليوم راح أقدم لكم طريقة بقسم العراقي بخطوات سهلة وبسيطة وطريقة ناجحة، هش وخفيف والهرة مثل بسكوت الناعم، طعمه كلش طيب ويدوب بالثوم. إذا أول مرة تزورون القناة لا تنسون اللايك والاشتراك. خلينا نبدأ بالمقادير. وهلأ كنت بدي أسمعكم الهرة بس والله طلع صوت الأولاد عن جد كتير خفيف. شوفوا ما شاء الله، عن جد حاسة حالي عميلة الكلام العراقي. هلأ إلا أترى. خلينا نبلش بالمكونات. 6 أكواب طحين، وبنفس الكوب بدنا نعير فيه الزيت. ما رح نكتر له سمنة، أو بالأحرى ما رح نحط زيادة سمنة، معلقتين 3 مشان يطلع خفيف وهش وأخف. بالناقص كم حرارية يا أكابر. حطيت معلقة صغيرة بيكنج بودر ومعلقتين صغار فانيلا. وكتير مهم جدا معلقة صغيرة هيل مطحون، يعني هو نكهته بالهيل، لا تحطوا شمرة ولا تحطوا محلب. إذا بدكم تضيفوا الشمرة والمحلب بتستغنوا عن الهيل، لأن بتصير نكهة تانية وطعمي تاني. هلأ حركت المكونات الجافة مع بعضهم، حطيت لهم 3 معالق سمنة أو نص كاسة سمنة عالضبط. هلأ كفيت نص كاسة السمنة بالزيت، وبدي ارجع احط كاسة زيت على الحل بدون سمنة، يعني صار انا عندي كاسة ونص زيت ونص كاسة سمنة. حطيت سمنة البقرة الحلوب بتعطيها طعمة طيبة، اذا بدكم تستغنوا عنها وبتحطوا سمنة عادية، وكمان بتصير بالزيت على الحل بس مشان النكهة يعني. وفيكم كمان تضيفوا معلقة ماء زهر للعجين او معلقتين ماء زهر، ما بيأثر. وهلأ مزجت الطحين مع السمنة لحتى تصير هيك العجينة معي. هلا اذا بدكم تحطوا ماء زهر للعجينة بتستغنوا عن الفانيلا، واذا بدكم تحطوا فانيلا ما تحطوا ماء زهر، لانه يعني اثنين نفس الطعم تقريبا. هون بدي اضيف كاستين سكر ونص كاسة حليب، بس كاسة الحليب ما كفتني، رجعت حطيت نص كاسة تاني، يعني صار عندي كاسة حليب. دوبت نص كاسة هالحليب مع السكر وبعدين ضفتها فوقهم. ما ريحت العجين، اذا بدكم ريحوها نص ساعة احسن. انا ما ريحته وطلع هش بشهي. عجنتها شوي شوي للعجينة، بعدين حسيتها كمان احتاجت نص كاسة حليب، ضفت لها من فوقها. يعني كل 3 كاسات طحين بتاخد نص كاسة حليب. هلا هون ضفت نص كاسة حليب تاني وعجنت يا أكابر. ما بدها شي، بتطلع بتشهي مثل ما قلت لكم. إذا بدكم ريحوها نص ساعة قبل ما تحطوا السكر، يعني قبل ما تضيفوا السكر والعجين. بس والله أنا اشتغلت فيها فورا وما أطيبها طلعت بتشهي. عندي هون كاستين سمسم محمص. العجينة كلها ال6 كاسات احتاجوا معي 4 كاسات سمسم. حطيت أول شي كاستين، معلقتين ماء زهر أو معلقة ماء زهر ما بيأثر، معلقتين 3 مي، ورشة سكر بودر. إذا ما في سكر بودر حطوا قطر. أنا المفروض كان لازم حط قطر والله. حطيت معلقتين مي ومعلقة ماء زهر ورشة سكر ناعمة، يعني معلقة صغيرة سكر ناعم أو معلقتين ما بيأثر. هلا ما كان القطر أنا عندي جاهز، ما كنت مجهزة القطر، فلهيك اضطريت احط معلقتين 3 مي، معلقة ماء زهر، الماء زهر لنكهة السمسم، ورشة سكر بودر أسهل للتشكيل مشان يدبق معنا السمسم على العجين وبرياحته. شوفوا ما شاء الله ما أحلاها. وأنا هيك شكلتها برياحتي مشان تطلع مثل القالب، يعني هيك على شكل مسدسات ما بعرف شو هو الشكل، بس كتير حلو طلع. وكل شخص بشكله على ذوقه. وبرجع بقولكم مرة تانية يا أكابر إنه نكهتها بالهيل المطحون، غير هيل المطحون لا تحطوا له فانيلا وبيكنج بودر وبس فقط. يعني بنحط معلقتين صغار للعجينة فانيلا ومعلقة واحدة صغيرة بيكنج بودر، حاج وزيادة بيكنج بودر، ما بدنا نكتر له. بتشهي بتطلع معكم ما بدها. وهلا يمكن تجينا تعليقات انه لازم نقلل سكر، ما احسن ما بيطلع حلو كتير. لا ما بيطلع حلو كتير، وقت اللي بتجيبه الجاهز من السوق نفس حلاوة الجاهز ابدا ونفس الطعمة، بس لسه اطيب وانضف. بتعرفوا انه نكهته بتجنن بالهيل المطحون. لسه اذا في زبدة بتعملوه بزبدة على الحل بدون زيت وبدون سمنة، بس زبدة على اطيب واطيب. تدعولي عليه. نفس المكونات بس حطوا بدال الزيت والسمنة زبدة، بس زبدة. بس إذا بدكم تحطوا زبدة كمان بدكم تخففوا كمية الحليب، يعني بتحطوا تقريبا 3/4 الكاسة حليب، ربما كمان الزبدة تفقس معكم مي. ايه. وكمان إذا انعمل بزبدة ملاحظة لازم ينحط على درجة حرارة البيت، يعني الزبدة لازم تكون على درجة حرارة البيت. يعني قالب الزبدة لازم يكون هيك نص داير، يعني صايخ. هلأ محمل الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 من السفلين، السفل التحتاني والفوقاني. بحط الصينية بالرف الوسط، وكل صينية بتاخد وقت 25 دقيقة طبعا بعد ما يكون محمل الفرن على 180.
وطالعوها وانتم مغمضين، وهيك بيطلع لونه. شوفوا الفرق مع أحلاه. وما في داعي تدهنوا الصواني أبدا لأن هي مشبعة دهون. شايفين ما شاء الله؟ يعني لحالها بتنشال. ولا تحطوا ورق زبدة لأنه ورق الزبدة بيشرب كل السمنة والزيت اللي حطيناه، يعني ما بتطلع متهر معكم. ورق الزبدة ما منيح للمخبوزات أبدا، يعني مثل القراص المعمول ما بدها، برازة، هيك شغلات ما بدها أبدا ورق زبدة. ما تخافوا أبدا، ما بتلزق بالصينية، بتشهي بتطلع. وأنا قد هالكلام كتير بيجيني هيك تعليقات لإنه. وهيك قفاها وهيك وجهها، يعني طلع وجهها مثل قفاها. ولا تنسوا اللايك والاشتراك بقناتي وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل ليوصلكم كل جديد من وصفاتي وحلوياتي. وهلأ أعطوني رأيكم بالتعليقات. عن جد كتير هش ومثل ما بدكم، والله تقولوا جايبين وجاهز من السوق. جربوا طريقته وتعالوا على نفس الفيديو أو بأي فيديو علقولي وأعطوني رأيكم. بتمنى تشتركوا بقناتي مثل ما قلت لكم، وتشيروا الفيديو للأصدقاء والأقارب على الماسنجر، على الانستغرام، على سناب شات، على الواتساب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.